هذه الأحاديث الصحيحة 14 قرنا بالقبول، علماء فحول كبار فيهم الأئمة الأربعة وغيرهم، ثم يخرج علينا بعد ذلك دعي تسبب قبل أن يتحصرم وبالغ قبل أن يبلغ وادعى العلم ولم يتعلم، ليطعن في أصح الكتب بعد كتاب الله في صحيح الإمام البخاري بدعوى العقلنة. يا دي المصيبة يا إخوانا، احنا ما بنقللش من قدر العقل، نحن لا نقلل من شأن العقل أبدا، بل نقول إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، شريطة ألا يتعدى العقل حده، وألا يتجاوز العقل قدره، وأن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. إنما نيجي بقى الحديث، طيب النبي سحر عليه الصلاة والسلام، لا 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 كلام فاضي. ليه يا عمي؟ أمر العقل ما يقروش. تبدأ الحديث في البخاري ومسلم، فلا ينبغي على الإطلاق أن تصبح السنة ألعوبة بين عقول البشر. انت عقلك مش قادر يستوعب الحديث، او حتى يا اخي انت تريد ان تنصر رأيا من الآراء، لا يجوز لك البتة ان تنصر هذا الرأي مع مخالفة هذه القواعد والضوابط التي وضعها علماء اهل السنة من علماء الحديث. لا يحل لك ذلك، لانك تفتح باب شر لا يغلق. وما يصحش واحد يتطاول على السنة يقول أصله في السنة. يعني ايه أصل الحديث في السنة؟ يعني ايه ما دام ما ثبتش في القرآن أصله في السنة؟ ده كلام خطير جدا. ده اللي ينكر حجية السنة يكفر بإجماع. خلي بالكم يا شباب، اللي ينكر حجية السنة يكفر بإجماع علماء الأمة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أقول الكلام ده تاني: